ايه الاسباب اللي احنا بناخد هيلوك؟ يعني ايه هيلوك؟ هيلوك يعني انت بتستلف فلوس بضمان البيت. ده يا جورج الفلوس ديت عليها بيمنت؟ هقول لك بس دلوقتي لو انت ما استخدمتهاش، ده عبارة عن ايه؟ زي كريدت كارد بكريدت ليميت 100,000 50,000. فانت دلوقتي سحبت 10,000 هتدفع عليهم بيمنت، سحبت 20,000 هتبقى عليهم بيمنت، لو سحبت 100 هيبقى عليها بيمنت. وفي حاجة اسمها drawing period، يعني انت هتسحب الفلوس دي في خلال قد ايه؟ 3 سنين، 5 سنين، 10 سنين، من كل بنك بيختلف. انت دلوقتي معاك كريدت كارد ب100,000، البيمنت بتاعته ال100,000 بحدود $1,000 في الشهر، فالبيمنت بتاعته احسن بكتير من اي كريدت كارد. احنا دلوقتي عاوزين نستخدمه، ايه الاسباب؟ الاسباب اول حاجة السيفتي نت، يعني انت تكون معاك فلوس لو انت محتاجها تقدر تستخدمها. تاني واحدة اللي انت عندك كريدت كارد كتيرة، فشوف بقى البيمة بتاع الكريدت كارد وشوف بقى هتدفعها وتخلص عليها امتى. ده موال لوحده كريدت كارد عشان بياخدوا 29%. بس الميزة بقى في الهيل لوك ان هو على 10 سنين، على 20 سنة، فالبيمة بتاعته بتبقى قليلة جدا وهتخلص في المدة دي حاجة حلوة. الجزء الثالث انفستمنت، انت دلوقتي سحبت الفلوس فعاوز تشتري بيت تاني، عاوز تفتح محل، عاوز، في ناس لها اسباب كتير. فالخلاصه كلها اللي انت لما يبقى عندك ايكويتي كتيره يبقى انت لازم تروح تقول لهم يا جماعه انا عاوز لاين اوف كريدت او الهيلة، فهيدوها لك. وبكل بساطه خالص انت يبقى عندك حاجه عاوز تستخدمها استخدمها. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولو عاوز نتكلم مع بعض خش على gmbrokerage.com وهتلاقي زوم لينك وتحجز ميعاد ونتكلم مع بعض براحتنا.